السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا جينا على البوتاجاز على طول عشان نشتغل. ده زيت بسخنه. هنعمل النهارده الكشري اللي بيتعمل في حلة واحدة. هو مش في حلة واحدة بالظبط يعني، بس احنا هنعمل الصلصة في حلة تانية، بس ككل الكشري وسريع جدا وبيتعمل في نص ساعة، وككل بيتعمل في حلة واحدة ما عدا الصلصة هي اللي بتتعمل لوحدها والدقة. تمام. ده حبة زيت محترمين كده، بتاع كوباية زيت او كوباية الا ربع، سخنهم جامد. وده بصل مقطعاه جوانح ورش عليه يا اما شويه نشا يا اما شويه دقيق. انا حطيت شويه دقيق وعشان يطلع الرطوبه والميه بتاعته، وشويه ملح صغيرين عشان اراعي الملح ايه ما يبقاش حادق كده. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا نحط الزيت ده كله. انا هعمل بيه الكشري كله كمان. لما احط الكشري كله في حله واحده بيحتاج زيت كتير عشان ما يعجنش. تمام. وهنبتدي بقى ان شاء الله وهنبتدي نحمر. انا مش عايزه اقلب بالسيليكون ده بس مش مشكله كده. خلاص اهو، وعلي عليه نار عاليه لغايه ما يبقى لونه ذهبي. طبعا هنشوفه مع بعضينا. شوفوا الزيت كتير ازاي، بوريكم حجم الزيت. بصوا اهو. هنطلع البصل وهنشيل منه شويه للصلصه، والباقي هنحمر بيه شعريه. هتكونوا معايا ايه لحظه بلحظه. تمام كده. ما يبتدي لونه هيطلع هوريه لكم ان شاء الله. كده انا خلصت اهو. اللون ده كفايه، اللي هو البني الفاتح ده عشان ما نحرقوش. هخلي شويه بس صغيرين اقلبهم مع الشعريه عشان يدوا الرز لون غامق كده. بص وحدتين بس كده. وبالمناسبه اللي عايز يعمل بصل اكتر من كده يعمل، لان احنا مش بنحبه قوي يعني، حاجه بسيطه بس. تمام كده. وهناخد الزيت ده هننقصه هننقص الزيت عشان نعمل بيه التومه. هناخد شويه نعمل بيهم التوم كده. واحط بقى انزل ايه بالشعريه بتاعتي. الشعريه حوالي حسب ما انتي بتحبيها يعني. لو بتحبي الشعريه قوي حطي كوبايه الا ربع. انا بحط بالبركه عشان عارفه المقدار اللي انا ايه عايزاه، بس بقول لكم برضو الايه المقادير. احنا بنحبها فممكن نحط كوبايه صغيره يعني كده. وشوفوا حبه البصل هخليهم كده معاهم عشان يدوا ايه لون للايه للبتاع، يدوا لون لحله الرز نفسها، للرزايه تبقى لونها بني شويه. تمام كده. هنشوف نحمر الشعريه وارجع لكم اغسل الرز وارجع لكم كده. خلاص بصوا نقرب الشعريه. ولو انتي بتحبيها محمره قوي سيبيها شويه. احنا بس عشان هنحمر الرز معاه. الرز ده مقداره مج كبير من الرز عليه يعني. لو انتي بتحبي الرز قد العدس هتحطي مج ومج. لو بتحبي العدس زي كتير هتحطي ضعف الكميه. بدل كوبايه ونص بدل كوبايه تبقى كوبايه ونص. وقلب بقى كويس كده لغايه ما الميه اللي في الرز بتاعت الغسيل بتاعه تتصفى خالص وتشوح عشان خاطر ايه يبقى مفلفل. لان الملح امتى؟ الملح هنحط بس ما نحط العدس معاه لغايه ما الرز ده يتشوح شويه. تمام كده. وطبعا نغلي ميه نحضرها عشان ايه عشان نحطها ما تاخدش وقت مع الحاجه وتعجني كده. ده عدس زي ما قلت لكم مج ونص. نقعتهم في ميه سخنه قبل ما اعمل الكشري بنص ساعه او ساعه. تمام. لان احنا بنحب العدس اكتر من الرز، لكن هو الصح انك تعملي مج ومج. الكميه دي اللي بوريها لكم دي هتعمل لي الحله دي هتتملي دلوقتي تبقى مليانه. واقلبهم كويس كده ايه مع بعض. وابتدي احط ايه الملح بتاعي واحط ايه كمون عشان لازم الكشري يتحط له شويه كمون وهو بيتعمل. تمام كده.
طبعا الكمون في الملح ده مقدارك انتي، يعني تحطي شويه وبعدين تدوقي بعد ما تنزلي عليه الميه، تشوفي ايه مقداره حلو كده ولا لا. والكمون هنحط بتاع معلقه كبيره، معلقه كبيره. لازم التقليب ده كده عشان خاطر التقليب ده، والعدس ولا هتحسي ان هو اتسلق ولا عايز سلق ولا اي حاجه، بيبقى مظبوط جدا. هبتدي احط المكرونه بتاعتي. احنا ما بنحبش المكرونه كتير فهنحط شويه صغيرين، في ناس بتحط بالنص كيس، لكن انا هحط الشويه الصغيرين دول. تمام كده كده، وخليهم فوق الوش. تمام. وهنحط الاسباجيتي برضو عودين كده، لان احنا ما بنحبوش برضو كتير. هتعمليها كده ما تخليهاش فوق بعضيها عشان ما تلزقش معاكي. وهحط كده بالعكس كده اهو، وفرفضهم كده عن بعضيهم، ما خليهمش ملزقين في بعض. تمام كده. وابتدي انزل بالميه بتاعتي، تبقى بس فوق الحله بشويه صغيرين، لان طول ما انت الميه قليله عادي بتتحكمي فيها. وعلي كده، حط كده، ما اقلبش بقى تاني كده، واغطي عليها. وبعد شويه هنشوفها عملت ايه. لو اتشربت هنزودها شويه ميه برضو تاني، متخليش الميه كتيره. طول ما الميه كده قليله انت بتتحكمي فيها. تمام كده. ونرجع تاني نشوف الحله بتاعتنا ونحضر الصلصه. حط الصلصه كده. الميه اتشربت في الكشري، فنحط شويه كمان، لان كده ايه ما ينفعش اتشربت كلها. هنحط شويه تاني كده ونوطي بقى على الاخر. انا حبيت اوريها لكم اهي، المكرونه مش ملزقه ولا ملزقه ببعضها ولا اي حاجه، فلفله خالص اهي. لسه بقى يسوي، اوطي عليه على الاخر بقى واسيبه. التومه بصوا اهي، التومه حبه توم كده في بقيه الزيت اللي انا شلتهم عشان الصلصه بس كده. وهحط الصلصه بتاعتي، عصير الطماطم، واحط معلقتين صلصه كمان عشان القوطه تبقى حمراء قوي كده. واحط بقى التوابل بتاعتي، عباره عن ايه؟ معلقه كمون صغيره، ومعلقه كزبره، وملح. خلاص. وازود دي ميه كده، واحط ايه معلقتين صلصه عليهم من البطرمان ده عشان الصلصه تبقى لونها احمر. وهزودها اول ما تغلي، هزودها بميه واحط الصلصه عليها، واحط معلقه كمون ومعلقه كزبره، واحط الملح بتاعي. تمام. لو انا عايزه اوصل للريحه بتاعت بتوع الكشري، يبقى هنعمل ايه؟ في تكايه كده هقول لكم عليها. حبه بصل من اللي انا محمراهم، واروح ايه عاملاها كده، تدي ريحه في قلب الايه الصلصه دي. انا سائله على المعلومه دي بتاع الكشري نفسه. تمام كده. وهنسيبها بقى، طبعا هنزودها ونسيبها تتسبك وتغلي. وهنعمل مع بعضينا، نحضر حاجه الدقه ونعملها مع بعضينا، الدقه اللي هي بالليمون والخل. تمام كده. وارجع لكم تاني. كده الدقه، حبه توم، وتحطي البهارات بتاعتك عليها كمون وعليها كزبره وعليها ملح. تمام كده. هنحط كده بس، انا عايزاها بس مش تتحمر، يعني تتقلب تقلبتين بس، يعني عشان ريحه التوم ما تبقاش حلوه نفاذه. بس كده تقلبتين بس كده عشان ريحه التوم ما تبقاش نفاذه. انا بعمل بقى تركايه حلوه كده هوريها لكم. اول حاجه بحط شويه ايه الخل، شويه صغيرين عشان احط ليمون لسه، نحط ليمون عليه. وبنحط بس كده حبه ايه صلصه صغيرين خالص. تمام. بحط بقى الباقي ايه ميه. طبعا انتوا عارفين الشطه اللي بالزيت، بتحطي شويه زيت وشطه ناشفه
وتقلبيها فيها خلاص، وتحطي عليها مغرفه صلصه. انا بقى ما بعملش كده، الشطه بتاعتي عندي هريسه شطه حاميه جدا، بحط معلقتين وعليهم معلقه صلصه كبيره، معلقتين 3 من الصلصه اللي انا عاملاها بتاعت الكشري، بتبقى هي دي الشطه بتاعتي. تمام كده. وكده خلاص الدقه بتاعتي خلصت، هحطها في طبق، هتغلي غلوه، واحطها في طبق واعصر عليها ليمونه بعد ما تغلي، واحطها في طبق اعصر عليها الليمونه. تمام. واشوفكم بقى لما اغرف واوريكم الشكل النهائي بتاع الكشري. كده انا خلصت اهو ما شاء الله. بصوا، ولا معجن ولا اي حاجه، في منتهى الجمال اهو. نسبه العدس حلوه قوي، يعني اللي عايز عدس زي ما انا عملت كده حلو. والمكرونه قليله لان احنا بنحبها قليله، في ناس بتحبها كتير يحطوا زي ما هم عايزين. ودي الدقه، دي الدقه اهي، شوف لونها جميل ازاي. حطيت لها ليمونه والبهارات بتاعتي وكله الحمد لله. ودي هريسه الشطه، حطيت لها شويه صلصه عليها، بقت جميله جدا، احسن ما نعمل اللي هي ايه الشطه بتاعت الزيت. وطبعا بنحط كمان طبق جنبيه بتاع صلصه عشان اللي عايز يزود صلصه. واتمنى تجربوه ان شاء الله يعجبكم، سهل جدا، يعني نص ساعه تخشي المطبخ تخلصي كل الكميه اللي انت عايزاها. يلا اتمنى تجربوه ان شاء الله. السلام عليكم.